صباح الخير للجميع. طبعا احنا اليوم في صباح جميل جدا في هاللقاء الرائع مع شاعر وطني كبير له بصمة وأثر، له باع طويل في الأدب والشعر والزجل. غنى في كل فلسطين، من الجليل إلى المثلث إلى حيفا إلى القدس، إلى غزة، إلى كل مناطقنا الفلسطينية. اليوم إحنا باسم كل أعضاء مبادرة لأجلكم من كله يعطيك العافية على جهده، على عمله، على عطائه، وعلى إبداعه، وعلى هالشعر الراقي الوطني اللي عبر عن وحدة الوطن، وعبر عن الشهداء وآلام الأسرى وعطاء الجرحى. اليوم احنا جايين باسم كل اعضاء مبادرة لاجلكم نقول لك دام عطاؤك، نتمنى لك مزيد من الصحة والعافية والابداع والعطاء. موسى حافظ شاعرنا دكتورنا، ابن جنين وابن مخيم جنين، اليوم احنا جايين نسمع هيك بسطور بسيطة في سيرتك الذاتية. حتى احنا انت يعني غني عن التعريف حقيقة، لكن موسى حافظ بكلمات ماذا قال وماذا غنى وماذا كتب عن الوطن وعن الأرض وعن الإنسان. تفضل أستاذ دكتورنا موسى. شو كتبت يعني موضوع كبير. نعم. تحكي عن 50 سنة. شو حكيت؟ نعم. في شيء ما حكيتش فيه، في كل حكيت فيه. ما في شيء بالوطن ما حكيتش عنه. خلاص في وقت ثاني. بالأخير الوطن هو يعني يجمع كل هذه الأحاسيس، كل العبارات توقف قدام الوطن عاجزي، يعني الوطن يتجدد، والعبارات تتجدد، والآلام تتجدد، والأفراح تتجدد، والأحزان، وظل الوطن يعني زي واحد متعلق بوحده بحبها عاشقها، وظل طول الحياة هو يتغزل بها ومش يخلص. يشعر الشاعر الفلسطيني يشعر في الضيق، يشعر في الحزن، يشعر في الحنين، يشعر هذا العاشق لهذا الوطن لأنه هو المظلوم، يشعر قديش في عليه مسؤولية في زمن المسؤولين، قديش في عليه أن يهتم بهذا الوطن وهذا التعبير، وأن يوصل الكلمة الصادقة للناس حتى يجدد الوعي في زمن تفريغ الوعي والكيد. ونحن بنعرف فلسطين حاليا أن الشعب الشعبي الفلسطيني محارب بكل أنواع الحرب وبكل معاني هذه الكلمة، بمعنى أنه يعني في ناس مستفيدة من شغلات معينة في زمن الرد، هذا اللي بسميه أنا، وبحاربوا الفنان الفلسطيني، يعني فنان على التلفزيون على أي مكان لكيش فنان ذو قيمة أو فنان عبد كرسي يقولوا زمان طالع على مسرح أو شغلة معينة، ولكن المتسلقين واللي لهم أهداف شخصية وأرباح يربحوا منها هم اللي ماخذين الجولة حاليا. والفنان الفلسطيني أو الأديب أو الشاعر أو المثقف، فيعني احنا الآن أصبحنا في بعض أماكن الشعراء نجسد آلهة وأنبياء، وفي بعض الأماكن ننبذ أدباء عظيمين ناس كبار ونستنى فيهم يموتوا مشان احنا نكرمهم وندير بالنا عليهم بعد ما يموتوا. طبعا هم طيبين، لا ما فيش تكريم. واحنا زي ما تقول يعني نبني دولة في نفس العصابة، يعني عصابة تبني دولة زي ما تقول كولومبيا هنا يعني المخدرات. وعندنا يعني اتجاهات ومكاتب، ما في الفنان يعني أي حماية، ورغم أن الفنان مناضل وانسجن ومنهم استشهد ومنهم خرب بيوتهم ومنهم مش لاقي يداوي حاله. ممكن يعني الفنان أو الأديب أو الشاعر الفلسطيني الملتزم صدقا
حاليا يبحث عن مكان إنه هو يعني يظهر ما عنده، ومن لا عنده ولا شيء يعني حاليا، ولأنه في زاوية من الزوايا مع ناس معينين كذا وكذا لأهداف معينة، تخدم الأنجلو والأنجيوز، تخدم طموحات الثقافة العلوية في فلسطين، وكيف احنا نقضي على شعب صاحب ثقافة 12,000 سنة قبل الميلاد، وكيف بدنا نغير كل المفاهيم. فصوتوا لنا قوانين، ومنها قوانين سيدا، ومنها تغنيش للعنف، ومنها تغنيش تذكروش فلسطين كثير، وتحرضش الناس، وما تعمل ولا شيء، بس انت بدك تغني لفلان ولا عمتان في المناسبة الفلانية، وبعد المناسبة ممكن تروح مشي، يعني ممكن تروح عند عالم الله ومشان تحيي مناسبة، وبالطريقة تروح مشي، انت تدبر ترم. انا مرة صارت معي بروح من بيت لحم لجنين ترم، خلصوا مني ودشروني الشارع. هذا الشعب هيك، هذا بصير. تلفزيون فلسطيني كمان يعني تلفزيون ما في ولا اي قيمة ثقافية في نظري لخدمة هذا الوطن. والتلفزيون الفلسطيني عبارة عن مجموعة منتفعين متكسبين بياخذوا فلوس، بيجيروا كل الأعمال لخدمة مصالحهم الشخصية. هذا التلفزيون الفلسطيني حاليا ما في عندنا هدف. بتلاقي عندك بجنين انتفاضة وفاتح لك على اسمه على عادل إمام على مسرحية زي النسوان مش النسوان. بتلاقي عندك كارثة في منطقة معينة وهو بيقول لك إنه والله أنا وقد اجتمع وزير فلان مع الوزير فلان وقعدنا وقام المشرف العام أو شو سووا يعني. واللقاء إيجابي. ولا في شيء، ما في شيء لا. أنت إذا تقعد بعدين من سنة 1409 و 1994 اليوم نفس الوجوه اللي بتطلع على التلفزيون الفلسطيني هي نفسها ما تغيرتش، حتى في النقاش السياسي أو الثقافة أو الأدبي أو أي نقاش، حتى لو في المجال هي نفس الوجوه ما تغيرتش. نتمنى احنا كفنانين وادباء ان نكون يعني في جسد هذا الشعب الفلسطيني، وان نعيد الثقافه، لانه اذا خسرنا في السياسي علينا ان لا نهزم بالثقافي، لانه اذا هزمنا ثقافيا انتهى الموضوع. واليوم الحرب على الثقافه، اليوم صرف الفلوس على الثقافه، مش احنا اللي نصرف يعني، هم اللي يصرفوا في موضوع تغيير المفاهيم، تغيير اللبس، تغيير العادات، تغيير النظرة العامة لثقافتنا، العيب أو لا عيب، قلة الحياة أو الحياة، يعني شغلة. وأنت يعني أنا ما أظنش أنا أعمل لكم محاضرة، يعني أنتم ناس يعني من أدباء هذا الشعب، ناس محترمين اللي بتفهم. وإحنا يعني إحنا بنشكي الوجع العام، يعني تلاقي 50 جمعية للNGOs وفيش جمعية تخدم مجموعة معينة. تلاقي واحد على الفيسبوك مثلا زي ما حكى حضرتك قبل شوي انه احنا ما في عندنا لجنه مراقبه لما يكتب الاخر، ولكن احنا مراقبين لما نكتب نحن، خايفين احنا ناثر على وزير معين. والكلمه حق نقولها حاليا كمان، لان يعني ربنا سبحانه وتعالى حبانا في وزير ثقافي جديد او عبد النصيف، يعني شاب ادمي وبده يشتغل. وانا يعني مش انا ما جاني شو بيعرفون جميعا انا بتهجم انا ولا بعرف اسمي مش بحكي. نعم. شاب بده يشتغل وبده مساندة كل الأدباء منا. حاليا هيبدأ يعمل قناة ثقافية. طبعا احنا في اتصال معنا معاه. وإن شاء الله ما بطيروه. بكرة إنه حطوا خطابه عند كيف. أجا من غزة وهذا كان أديب وكاتب. وبكرة بحطوا خطابه. أتمنى شعبنا أن يعني يتجه ثقافي. وأهلا وسهلا فيكم. هاي المبادرة يعني كثير جميلة، هاي خطوات يعني تحمدوا عليها. وأنا أعرف يقولوا لا تبحثوا عن حمد ولكن تبحثوا عن كيف من أين نبدأ أو من أين شو نعمل شو نساوي مشان نخدم موضوع الثقافي والمثقف. وأنتم هذا انتباه اللي منكم صار الحديث، يعني أتمنى أن يتنبه جميع اللي لهم علاقة في موضوع الثقافة والأدب والأديب لهذا الموضوع، وأن يكرموا الفنان وأن يكرموا الكاتب والمثقف
وأن يفتحوا المجال حتى يقابل الثقافة بالثقافة والحضارة بالحضارة. هذا سيدي. كل الاحترام لدكتورنا وشاعرنا موسى الحافظ. يعني وانت بتتحدث حسيت انا في ألم حقيقة. طبعا الهم الوطني اكيد هو كبير، واحنا جميعا كمؤسسات او كافراد او كاصحاب مبادرات دائما يجب ان نقول لكل انسان معطاء يعطيك العافيه، ودائما نرفع صوتنا عاليا من اجل المضي قدما في كل الاتجاهات، سواء الفنيه او الادبيه او الثقافيه او العلميه او التعليميه. أنا حاب هيك أتوجه كلمة تعبير عن شكر وتقدير لدكتورنا موسى. تفضل. يا سيدي وجودكم عندي، يعني وجودكم أكبر تعبير يعني. نعم. شاعرنا نبلش في الشعراء أول معناته. تفضل. يعني احنا شو ما حكينا، اول شغله ما احنا في هذا البيت، بيت ترى وجود الاصل الزجل الفلسطيني واصل الزجل العربي. احنا يعني حكيت انت عن الدكتور ابو حافظ انه معروف على مستوى فلسطين وغزه والداخل، لا هو معروف والعالم على العربي مستوى كمان. العالم العربي وحتى الجاليات في الدول الاخرى. لما بنحكي عن موسى حافظ احنا ما بنحكي عن فنان عابر ولا عن اسم عابر ولا عم نحكي عن زجال لمرحله معينه. موسى حافظ عطاء متجدد من 50 سنه، وعطاء مستقبلي سيدوم وسيدرس في التاريخ. لما انت بتحكي عن موسى حافظ بتحكي عن قامة ثقافية أدبية يخجل الزجل من هذه القامة ويتعلم من هذه القامة الثقافية والأدبية الزجلية الموجودة. لما بتحكي عن موسى حافظ انت بتحكي عن تراث ليس بأدواته وبالألبسة، بل هو تراث بالأخلاق والعادات التي فقدناها، العادات القديمة والعادات الحميدة. تحكي عن موسى حافظ هو أب حنون وأخ كبير لكل فنان، لكل قلم يخط، لكل إنسان يحط. موسى حافظ بسمة كبيرة معطاءة يخجل الزجل بشكل عام من موسى حافظ. كل الاحترام، كل الاحترام. أستاذ تميم، في هاللقاء الصباحي الجميل مع شاعرنا الدكتور موسى حافظ، ايش حاب، خاصة انك انت عشتوا فترة مع بعض كمان كابناء مخيم؟ الرحمن الرحيم. يعني انا بعتبر كل الشعراء وعلى راسهم الدكتور موسى الحافظ وهو جار قديم انه يمثل ارشيف حضاري لقضية فلسطين. انا اعتقد انه كتب عن اللجوء، كتب عن الوطن، كتب عن المقاومة، كتب عن الفلاح الفلسطيني، كتب عن العادات والتقاليد. اعتقد بانه كل ما كتب يعتبر ارشيف تاريخي وحضاري لشعب فلسطين، لانه الزجال والشعراء قديما قيل وان من الشعر لا حكمه، وبالتالي احنا نستطيع ان نقول بان ما كتبه الاستاذ الدكتور موسى الحافظ يعتبر مرجعيه لكل مهتم في الشأن التاريخي والثقافي، وما أرخه السلف الصالح، لأنه الشعراء أعتقد أنهم قادرون على الربط ما بين العمق الحضاري لشعب فلسطين وما بين الواقع الحالي. هذا الواقع الحالي الذي نرى ما يراه الجميع. الدكتور موسى الحافظ أعتبره مؤرخ لتراثنا ولثقافتنا، وهؤلاء هم الشعراء الذين دائما أسميهم أساتذة التغيير، لأنه تغيير المجتمعات وبناء الوعي وبناء الشخصية الفاعلة لا يتم إلا من خلال المفكرين والأدباء والشعراء. وأعتقد أنه الدكتور موسى قد حاز على جائزة احترام المجتمع الفلسطيني بشموليته والمجتمع العربي المحيط، فصيته وأشعاره أعتقد تغنى على ألسنة الرجال والنساء والشباب كرصيد ثقافي.
يمتلك من المقومات المخزون الثقافي والتاريخي الكبير الذي يجعلنا نفخر به دوما. أتمنى له الصحة والعافية وطولة العمر يا رب العالمين. كل الاحترام أستاذ تميم. أستاذ أبو قصي، يعني رسالة حب ومحبة وتقدير وعرفان لشاعرنا موسى الحافظ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا الخالد محمد صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لشاعرنا موسى الحافظ فهو يعني زميل وصديق وجار وعزيز، فهو شاعر ذو إحساس عظيم، فهو متورث. يعني أبوه الله يرحمه كان زجال معروف في الشمال وفي الجليل، إلا أن ابنه موسى زاد على والده وأعطى أشياء الكثير، فكل احترام والتقدير له، ونتمنى له الصحة والعافية والمزيد من العطاء. فهو قدم الكثير، وهو ذو إحساس وطني وله مشاعر خاصة، وله ذكر عند عامة الشعب الفقراء وذو الطبقة الوسطى. فرجل مقدام، ونتمنى له الصحة والعافية ونشكره على كرمه. كل الاحترام. أستاذ أبو شادي، يعني موسى حافظ قامة يعني لها كل الاحترام والتقدير، صاحب صوت حق وينطق بالحق إن شاء الله، غنى للوطن وللشهداء والأرض. إيش حاب اليوم توجه له وإحنا في زيارة تكريمية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله، والحمد لله رب العالمين. كلمتي كلمة متواضعة أقولها بصدق وصراحة. الشعر يخلد صاحبه، وخاصة إذا كان الشعر إيجابيا، وهناك شعر إيجابي وشعر سلبي. الشعر الإيجابي كشعر حسان بن ثابت، شعر الرسول صلى الله عليه وسلم، شعر علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، شعر الإمام الشافعي رضي الله عنه، فهؤلاء شعرهم إيجابي يخلدهم التاريخ إلى ما شاء الله. وهل هناك شعر سلبي؟ نعم، أقصد بالشعر السلبي الذي لا ينتفع فيه في الدنيا ولا في الآخرة، فهؤلاء الشعراء خلدوا لأنه ينتفع بشعرهم في الدنيا وفي الآخرة. وأما بالنسبة لشاعر جنين وشاعر فلسطين وشاعر الوطن وشاعر العالم، أخي وصديقنا الدكتور الشاعر موسى حافظ الذي هو أشهر ما نعرفه نحن، فشعره كافي لأن يعرفه على مستوى الوطن ومستوى العالم. شعره الوطني، شعره التراثي، شعر الشهداء، فهو شاعر كتب للوطن، كتب للدين، كتب للشهداء، فجزاه الله عنا كل خير وأكثر الله من أمثاله. وأقول له هنيئا لك أيها الدكتور أيها الشاعر، سوف تخلد بشعرك إلى ما شاء الله، فشعرك من الشعر الذي انتفع به وينتفع به. جزاك الله كل خير، وأدام عليك نعمة الصحة والعافية، وأتمنى لك مزيدا من التقدم والنجاح والتفوق، وشكرا لكم جميعا. يعطيك العافية. أبو العبد، يعني كمان في حضرة الشعراء والأدباء وأصحاب البصم والأثر، إيش حاب اليوم توجه رسالة محبة وتقدير لشاعرنا الدكتور موسى؟ يسعد صباحك يا دكتور، يسعد صباح الموجودين أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا تشرفنا اليوم بالمجيء للدكتور الشاعر موسى حافظ أبو حافظ، اللي غنى للوطن وغنى عن التعريف. يعني رسموا خارطة فلسطين في كل مكان، لكن انت يعني متر دخلت كل فلسطين، رسم خارطة لحاله، ورسم خارطة. انت رسمت خارطة في وجودك في كل مكان في فلسطين، من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها. وما شاء الله أنت الشاعر والمثقف،
وجزاك الله كل خير، ويعني كنت ما نشكرك على كل المهام اللي قمت فيها، لا نجزيك ولا نقدر نعبر عن شكرنا اتجاهك لشعرك ولكلامك. غنيت للوطن، غنيت للشهداء، غنيت يعني انت قامي وهامي، قديم وكدير، بقدر اقول لك قديم وكدير، وما شاء الله عليك. وان شاء الله الله يمد بعمرك ويعطيك الصحه والعافيه والله يحييك ان شاء الله، انه كل الاحترام. ميزان حسناتك ان شاء الله كلها ابو حافظ. الله يسعدك ابو حافظ، احنا هسه بدناش نسمع كلام، هسه اتفضل اتفضل. صلي المضمار والشعر وعمر وزمن عايش غازلني همومي والنحل، ساكن في بيت اللي بغيري من سكن، مجبور طيني ومن أرض بيت عجن، حامل على كتافي ولادي والكفن وصوت العتابة ونغمتي وآه وشجن. ياما الزمان فينا تعارك وامتحن، ياما الزمان فينا تعارك وامتحن، فينا العواطف وقديش فارس اندفن. اخلقت شاعر، اخلقت شاعر في مكامنها، كمن عظمه بأرضه في حناناته انصحن، وغنيت للأوطان عمر السنين، كل ما يخلق شاعر بيطلع وطن. بدنا نسمع من ابو حافظ الأوف الطويلة هاي اللي تطلع من القلب. أوف 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 أوف. سوى بحزنك وطننا من شعرنا، وجدلنا لك جدايل من شعرنا. بنينا لك خيامك من شعرنا، وعزفنا بروحنا صوت العتايب. أوف أوف أوف. شاعر بيها وبلادي مكنا، شاعر بيها وبلادي مكنا، وعم بتحصد أسد دنيا مكنا. ونحنا شعرنا منبر ما كنا، لولا في وطننا النور جاي. يعني احنا طمعانين اكثر ابو حافظ، بدنا نسمع عن ما تبكي انا بدنا نسمع عن الشهداء. ماذا غنيت عن الشهداء؟ شو بقول شاعر شهيد واحد؟ أوف أوف. ما في لواء وما بفريق ولا عميد، ما في لواء وما في فريق ولا عميد، ولا ضابط الميدان ولا رتبة عقيد. خل البطولة تعود تنبت من جديد، وترجع المكثاي من بعد الحصيد. وخل السباع بأرضنا ترجع تصيد، وترجع الأسياد وتموت العبيد.
وخلوا الأسير النايم بسجن الحديد يرجع وكون الفجر جايين أكيد. يا معتلي بمنطق العنو بعيد، عشنا على كثر التجافي والوعيد. خل اللواء يحمل رسائل بالبريد، وخل العقيد يكون بميدان الوقيد. ولا بنلغي الرتب كليات خوما نحط على كتاف الوطن رتبة شهيد. عن القدس يا ابو حافظ، عن القدس. شوية وصل صفقة القرن. ولا وصل شوي شوي. أوف 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 ذكرتني بالقدس طاطا الندى عن ورقتي وعصفور ما لبى النداء. وذكرتني هيبي أرض ما إلها حدا عاشت على الجد المزيف والجداوى. وذكرتني بأبطال ميدان الردى كانوا بميدان الرجول مبتدايا. وذكرتني بهيبة عمر صوته صدى وهاللي جرى في بلادنا تحول سدى. وذكرتني بسيرة صلاح ومن غدا خلال طير المعركة عند الغداء. هذه القدس لو لبست الغير الرداء، هذه القدس لو لبست الغير الرداء يا جاي عليها يوم بوقت الفداء. هذه القدس دار الكرم والسؤدداء تستنظر بحكم المقدر موعدا. مليون ظالم للقدس استعمروا. القدس إنا وأبد ما بتخشى حدا، القدس إنا ما بتخشى حدا. كل الاحترام للمخيم. ايش غنيت ابو حافظ؟ الأوجاع. بنبش. عنها المخيم قسط بدي أكون قصة ما تحملها الفدافد والعقول. هذه بيوت كل انبنت وبدها طول الجوهرة وتعيد أيام السول. وهذه النجوم الما بينفعها الهلول، أهل الفضل ما بيقبلوا شر الفضول. وبعد المخيم فارس الساحة بجول، وبعد المخيم فارس الساحة بجول. وبعد الشهيد بأرض ما بيلقى القبول. وباب المخيم لازم يميخ الذلول ونرجع الأيام والأربع فصول. هذا المخيم أبد باقي ما بينتهي، وكل ما بيجينا بطل بخلق رسول. كل ما بيجينا بطل بخلق
يعني المخيم لا ينتهي، نعم. لأن كل شاب فيها هو تحصيل حاصل وصول على الوطن. وهذه فلسطين لا تبنيها قيادات ولكن تبنيها الناس البسطاء، ولم تتحرر في زمانها إلا على يد البسطاء. وعندما تكون فيها زعامات حاجات ومقاصد ورغبات، وما بظنك انه انسان قاعد فاتح تجاره ينتفع انه بده يدمرها مشان يحصل شيء عكس المبتغى، ولكن دائما وابدا الثوره تقودها الفقراء وتركبها الاغنياء. صحيح. أبو حافظ إيش غنيت لجنين؟ جنين كثير عندي. جنين يعني هي بالنسبة لي بلد ثانية بعد السجاني. نعم. جنين أنا مسقط راسي، وبحب جنين، بحب لأنها بلد تتمتع بالفطرة، يعني بلد ما فيها عنجهيات أخرى، ما فيها. بلد جنين، جنين بلد تتنفس موجة من عامر. جنين بلد قريبة من حيفا ويافا، وهذا رحاب السهل الممتد أمام العين. هذا دائما أبدا يدخلك في نوع من الشجن اللي أنت بتشوف فلسطين كلها قدامك. يعني أنا بنيت هسه بجبل عاصفور كثير مبسوط الهاشمية، بطلع بشوف فلسطين كلها. فلا أقدر أن أرحل وأعود إلى السنداني حاليا، ولكن في إمكاني أن أتنسم عبير الكرمل والروحة الجاي وأتأمل أن تراها دائما العين، وكما قال الشعراء وقال الأذن تعشق قبل العين أحيانا، ولكن أنا عندي العين تعشق قبل الأذن أحيانا. جنين بحبها حب العقيدي. طبعا ارتجالي انا مش هذا الجميل فيه. جنين بحبها حب العقيد، وضعت تاريخها ضر تجميل. حيفا عن عيوني مش بعيد، ويعكى يوم غني بتسمعيني. جنين بحبها حب الحصيد، عمن من غادرين الثمين. جنين العام آسينا شهيدي، ظل الأم بعد أمي كفيني. حيفا بلدتي وآخر رصيدي، بجنين اللي بغى حاصي. حصيني اعزفي يا أمن الألحان، زيدي قتلني الشوق بدي تطربيني. اعزمي لحن العتابة والقصيد بجنين وعلى منظر فلسطين. اتركي أولاد ما يغنوا النشيد، ويبوسوا الأرض ويحبوا المدينة. أي بشعر بحبهم عازف، وأريد الكتب من لوعتي قصة حنيني. وهذا السندياني والأكيدي اللي كانت إمنا الحلوة الفطيني. ما هو عيب
ما هو عيب في بدلة جديدة يكون السنديان بثوب الشاعر بنى التاريخ من دير جيني. يعطيك العافية يعطيك العافية. يعني بدي أسألك عن حمدي أنا. حمد وصال حمدة. اوه حمدي حمدي باسم الله محمودي غابت بروح الروح موجودي في كل يوم ببيتنا عنا بوقت السهر في البيت مولودي عشعرها شو لون الحنة وعشفافها الطيب زغرودي حمدي عليها شنو دمع قنال كانت هناي أو كوت سعودي عاشت عمرها خدمي إلا ولها مواقف شرف مشهودي كنا البنينا تساعد البنا كنا البنينا نساعد المنا وكنا زرعنا الأرض محصودي وكانت نسلط هامها حنا تقول يا رب الثناء حدودي إلنا الهنا والخير تتمنى وأيديها للرحمن ممدودي تمنيت إلا من ربنا الجنة بجيرة محمد سيد الأكوان إلها خلود الطيب وخلودي الله يرحمه رحمة الله عليها. راح الحمدات كلها ولا شك أن أمهاتنا كان فعلا هن مؤسسات الوعي والنضال وتعب رغم انهن اميات. يعني الله يرحم العراني شو قال بيت شعر واعجبني في الزمان رحمه الله على الشاعر ابراهيم العراني شاعر فلسطين شاعر من الشعراء والادباء العظام. قال بهوى اللي من جنها بايديها اللي يرتعش فصل الربيع ومثل زهرة تنتعش بكره بنت بهوى بنت أمية تفهم بالوما بكره بنت متعلمة وما بتعشقش. هذا يعني يحكي يعني تعشق الوطن يعني ودليل بدايات البلد. يعني كانت البلد تتحدث عن جمال الوطن. فكان أول الأمهات الأميات اللي عندنا أمهاتنا كان هن يعني عبارة عن رسائل عبارة عن وجود لتخليد ما تبقى من هذا الوطن. ولو تركنا الوطن للأميين اللي كانوا لكان الآن عندنا دول. مشكلتنا إحنا يعني إنه علماءنا وشعراءنا وشيوخنا أصبحوا للسلاطين وأصبحت المنفعة أكبر من الوطن والوطن أصبح عبارة عن دكاني في الوقت الحاضر. كيف ننظل فيه؟ والدليل قدامكم نحن عندنا ما بتغير إلا الشعب. كل العالم الشعب فيها بيتغير إلا إحنا ما بتغير عندنا إلا الشعب بس اللي بيتغير. وعندما تضيق الضغوط على قياداتنا الموجهة فإنها تتجه للشعب وعندما تفرج فإنها تنبذ الشعب. هذه قصتنا ل 48 يوم. حقيقة نعم. ففلسطين تحمي حماها الفقراء وتكسب نتيجة معرفتها الأغنياء. والتاريخ يصدق. نتمنى الله سبحانه وتعالى جل شانه وعلى اسمه أن يجعل هذا الشعب
كيان وقوة ووحدة، وأن نخرج من هذا النفق المظلم اللي بتعيشه فلسطين إلى بر الأمان، وأن نعيد أيام صلاح الدين وأيام الفتح الإسلامي وأيام فتح زي ما بتعملوها أي فتح بده، وأن يعيد الشعب له كرامته متنفس، أن تعود لفلسطين هيبتها وتعود لها ماضيها، حيث أن فلسطين كانت دولة عندما لم يكن هناك دول عربية. صحيح. وكان عندنا من يسعون اليوم لعمل اليوم، كان هذا في سنة 1910، وكان عندنا كل شيء. حمى الله هذا الوطن، وأنا متأكد تماما أنه سيأتي يوم إن شاء الله قريب إن شاء الله نشوف فيها العز والخير، يرجع الغياب واللاجئين، ونكون وقتها زغرتي يا حمدي ويا وصال ويا ظريفة ولطيفة، وترجع أيام وصبحة وأيام بيادر ترجع، وأيام الحب. شعب فلسطيني شعب ملان حب، ملان خير، ملان شجاعة، وشعب ذكر في القرآن ومجله الله سبحانه وتعالى وأعطاه صفة لم يعطيها لأي شعب في الكون. ولابد بجوز مش بزمننا يعني عاجلنا، ولكن لابد إن شاء الله أن يأتي يوم على هذه الأرض كما بعث إقطاعي لعين جالوت، وبعث أحمد بن الزنباع ليعيد بناء الأقصى، وبعث الظاهر عمر ليعيد دولة، وبعد فلسطين ستعود إن شاء الله. ولا بد للخير أن يسيطر يوما ما دام رب العالمين موجود، وما دام إحنا ناس فينا الخير إن شاء الله. الله سبحانه وتعالى منعم علينا بفضله ورحمته. وأهلا وسهلا فيكم. يعني كل الاحترام. كنت بدي أسألك سؤال أنا هيك، دائما أي شاعر دائما بيكون في عنده إشي مميز بحب دائما يحكيه أمام جمهوره. إيش شاعرنا في ذاكرتك إشي دائما بتحب دائما إنك تحكيه زجرا أو أغنية، يعني بالجهتين دائما بتحب إنك تحكيه أمام جمهورك؟ يعني إذا بقول لك إنه أنا دائما بروح حفلة معي ولا بعيد عن ذلك بصدقني؟ بس أنا بهمني مش أنا أكون شاعر مميز، إن يكون كمان جمهوري مميز. نعم. يعني مش كل مرة أنت تقعد مع جمهور مميز، فإذا كان الجمهور مميز فشاعر بده يكون مميز لأنه بده يتناسب مع الجمهور مع الناس. وإذا كان جمهور هات إيدك زي اليوم الدحية دعم الدحية بس مجموع دعم الدحية. أنت الشاعر هو مقياس لحرارة الناس. يعني الشاعر ما يقدرش يعرف شو في قدامه الناس شو بدهم، ما فيش عنده شعور، وانا مش شاعر. لانه الشعب الفلسطيني شعب فنه يعني فرحنا ممزوج بالحزن وبالشجاعة وبالفرح، وبدنا ندبج، بدنا نغني، بدنا نسحج، بدنا ناكل، بدنا نشرب، وبدنا ننفخ صدرنا بنفس دقيقة. نفس هذا الشعب الفلسطيني. الشعب الفلسطيني عبارة عن كتلة مشاعر هياجة. يعني أقرب الناس الفرح إحنا، وأقرب الناس الحزن إحنا، أقرب الناس الدمع إحنا، وأقرب الناس الضحك إحنا، أقرب الناس بنتصالح مع بعضنا إحنا، وأقرب الناس بنتكاثر مع بعض إحنا. شعب مستفز إحنا، شعب فينا ما يكفينا من المشاعر اللي يعني ممكن نستوعب شيء. هالشعب الفلسطيني. فأنا بروح أوقات على العرس لما طلع الناس من خرافهم بالديوان الحديث وهم بفهم شو بدنا نغني لهم، شو في عندهم، شو صرفوا عليه، شو الهم العام عندهم. شو الهم يعني في أوقات يجي على بلد فيها مشكلة ممكن تصلح فيها. نعم. وياما احنا في الشعر يعني أصلحنا بين البلاد، يعني في ناس كثير في زمان كان ما كانوش يقدروا يصطلحوا، كانوا يصلحوا بالفن. يعني نمدح هذا نخرب هذا دقيقتين، مجرد ما سلموا على بعضهم الناس انتهت. يعني أنا في مقولي للأستاذ صلحي ربيعة أسأله الشفاء من رب العالمين الأشرار، خلي يعني تعلى هرم العداوات بين الناس، ولكن عندما تضع اليد في اليد كأنك بقعة، يعني مصافحة. نعم. الشعب الفلسطيني
شيء عظيم. مجرد انت قديش نافر من صاحبك عندك نفوذ، ومجرد ما حطيت ايدك بايده وصرحته بيجي بعد 5 دقائق ساب شو بكى بينكم؟ بقول ايه في خبرني. فكان لي هذا السر عظيم الله واضح فينا، انه مجرد ما انت تسامح وتحط ايدك بيد صاحبك ما بغض شيء، ما بغض كله بهرب. يعني بعدها اسالك انا يعني هذا شيء قصر ما بتعرفش. فهذا هو شعب فلسطين، شعب فلسطيني يعني قدوته هائله. زي ما كنا نقول احنا زمان اختياريات، حامل محرمتها رايح عبد اجر المحرمي وفي دبشه بالساحه تدبش فيها بالمحرم، يعني نفس المحرم. فهذا النسيان اللي بيصير عندنا، يعني يعني جاز ان نحط عليه مصطلح نسيان، هذا مش طبيعي. يعني هاي ام الشهيد اللي بالزغلة، شو انا هذا يعطيني والله شو هذا الام حبلت في 9 اشهر وحملته وارضعته وعلمته وقدمته قدم الوطن، وهسه بالزغلة شو معناته هذا؟ عناد الروح في تقبل الواقع. يعني انه هذا عنادها قوة انه عاز عليها يشوفوا الناس دمعتها على ابنها، عاز عليها بتشوف زغلوتها على ابنها انها قدمت، وهذا كرم. الجود بالنفس اقصى غاية الجود، هذا كرم. يعني الكرم عندنا في الشعب الفلسطيني كرم شيء مبجل. هسه انا ام الاسير اللي بالحامل يقول لهم صورة ابنها، هي عارفه انه يعني كل ما هو ما في شيء وما بتعمل شيء، وانه بس هي نازل تقول انه انا افتخر بان ابني اسير وهيني صابري وبستنى بيه انه يرجع وسيرجع. هذا امل رمز العطاء وصبر وعطاء. نعم. يعني زي الصورة على الحيط وما عليها واحد بيشوفها بلون، لكن صور الشعب الفلسطيني محدودة ومبينات. يعني شو عندك صح؟ يعني تعرف انه لا امل ولكن تبحث. زي ما تكون انت زي ما تحمل يعني تحط اسد في قلب قفص وبده يطلع، يعني يستمر في البحث عن المنفذ مشان يخرج من القفص، رغم انه عارف انه مش راح يطلع 1000 كفك، ولكنه يستمر حتى يموت. هذا الاستمرار هذا ببعد اعتقافي، هذا ببعد الضد تبعه. شو هذا الإخوان؟ لا يمل ولا بكل. انت بتشعر انه هذا الاستمرار مش شيء مش طبيعي. مش طبيعي انه انسان يعني يقعد، يعني تكون طبعا زي بنت بس شبابها تقعد 20 او 25 سنه تستنى في خطيبها تطلع من السجن. طيب ماشي. اللي بهذا بنطفي بحطها في الكمية وبطلعها مرة بتروح تحط الزراعة زراعة مشان تخلف ولا تعرف شو مشان يطلع يستقبل أبوه هذيك اليوم. إحنا إذا دخلنا في الموضوع هذا موضوع حسيس هاي الموجود هاي ما فيش مخرج. هذه حياة، هذا وجود، هذا وجود، هذا حياة، هذا وطن، هذا تاريخ، هذا بطولي، هذا شجاعة، هذا كرامة إنسانية، شو بدك تسميها، عقيدة، أمل. يعني امل لا ينتهي، يعني امل لا ينتهي، يعني زي ما تقول نهر وماشي يعني ما بتقطعش، يعني ما بتقطع ولا بيجي. هذا الموجود. اهلا وسهلا. كلامك في مستوى روعه، يعني رائع جدا جدا جدا. وانا مدرك تماما لا الطبيب ولا المهندس اللي ممكن يحرر الامم او الشعوب، وانما صاحب الفكر، وعلى راسهم الشعراء المنتمين للوطن، منتمين للفكره ومنتمين للدين، اللي بتقول انت على فكره رائعه جدا وفكره. أعطيني معركة بفلسطين لم يمت بها الشعب. فلسطين أو لم يلاحق. لا، أنا أبو محمود مات في الشجرة. عبد محمود نعم. نوح إبراهيم شاعر فلسطيني مات في معركة الصنيبر. صاحب الحمد هو كمان شاعر وقائد ثورة مات في صنور. الشعر محفز للشجاعة والقوة. حتى انه يعني كانوا غنوا فلسطين وعاداتنا كد العيدا وكد العيدا عاداتنا. يعني هو يسموه عندنا فن في فلسطين اسمه فن المحاربة، فن الحرب. يطلعوا الناس يغنوا
بتعرف اللي بيطلع بيده الزجاج الشعبي يجمعوا، بتطلعش بيده كل مهرجانات السياسة تجمعوا؟ نعم صحيح. يعني انا مصر حافظ سيدة على الدوارة وقد اغني لازم يكون عندي 10,000، طب جيب مين ما بدك بكونش عنده 2000. انا ببالغ ب 2000 يعني. صحيح. هي مهرجانات من مهرجانات اليوم بقول لك مهرجانات، وهن هم الجايين هم تنظيم وجمعوا 10 12 واحد من حواليهم موظفين او بيطلعوا المدارس ويعملوا مهرجان. وين الشعب؟ ما هو يعني نتخلف انت عن موضوع زي هذا، موضوع مهم جدا. دائما وابدا اقوى الاشجار اللي هي جذورها متمسكه في الارض اللي هي الشعب، اللي الشعب هو اللي بيغذيها، شجره اللي الشعب بيغذيها او شجره قويه، الارض القويه تحتها بيغذيها هي شجره قويه. واما شجره الهواء هاي ما بين الهواء والدماغ والكيمياء بيدك. هذا الشعب بدون شعب شو تسوي؟ انت بدون شعب شو بتسوي؟ شو بتعمل؟ يعني موسى الحافظ كذا فنان بدون جمهور شو بسوى؟ ولا شيء. كان معلم بالطلاب، معلم بالطلاب. يعني اليوم احنا قاعدين جيبك، احنا عندنا اليوم مؤسسات ملايين لا علاقه لها بالوطن. لان اليوم عندنا مؤسسات الان جي اوز تصرف بالسنه فوق ال 200-300 مليون دولار، لكن مؤسسه صغيره كد الدكاني ان جي اوزيه ميزانيتها السنويه نص مليون. بتلاقي اتحاد فنانين كامل منه ليه ميزانيته السنويه 6000 7000 اليوم حسب التقييم صار، لكن 12000 دولار. 12000 دولار لمين؟ إلنا ولا لبنان ولا غزه ولا فلسطين ولا وين هو؟ في اوروبا عندها فرع حسه كمان. ونفتح فرع بسوريا كلها على الدول. هو يقول لي سمير ما يا حبيبي تعملها شو؟ فاهم سيدي؟ صح صح يعطيه شيء يصحى. لا ما هو احنا نتمنى له اخونا سمير ابو انس صح ولا استاذنا وفناننا وشاعرنا الكبير انه الصحه الدائمه من رب العالمين. وابو انس لا شك انه يعني من الشعراء اللي يعني يحسب لهم حساب ويشار لهم بالبنان يعني. ومش مجامل يعني انا بستمتع فيه وهو بعيش الشعر، هو يعيش يعني لا يكفي انه شاعر ولكن هو بعيش روح شاعر. حتى هو اشياء تفيد يعني. هو لما حضرنا عنده ذيك المره جلسه اشياء تفيد كان موسى الحافظ لا يدعو عليها يعني. احنا لا ننظر يعني ما ننظرش البان، ولكن احنا بنحكي ما هو صحيح. ربما صوته مش يعني كثير قوي من الموضوع، ولكن فنه رائع يعني. اسمع وكتابات رائعه يعني بتشعر انت في شعره بتشوف تسلسل العواطف كيف عشان يصحى معاك. ايش رايك هيك نشوف حلقه هيك حوار سريع بينك وبينه عشان يصحصح. بيت شعر خليه يطلع خلوها على حلقه ثانيه. يعني تفضل بقى انا بدي اختم يعني. تفضل. لا والله بس انا يعني الحقيقه يعني ابو حافظ بالكلام اللي قاله عبر عن كل ما بداخل كل الشعوب، كل الشعب الفلسطيني، يعني مش بس الحاضرين. هو حقيقه يعني عبرت باحرف وبكلمات نابعه بصدق يعني لكل انسان. انت كل الكلام اللي تفضلت فيه هو نابع عن كل فلسطيني حر وشريف، وعبرت عنه في كل الكلمات يعني. والحقيقه انه ارتجت صدورنا في الجلسه هاي وبالتالي هاي نسمع الكلام. الله يحييك. ابو حافظ دكتورنا وشاعرنا واديبنا يعني قبل ما نختم بس حابين هيك نسمع اخر شيء منك، شيء هيك اللي بدك اياه، اللي انت بتحب تعطينا اياه. كل شيء منك حلو وجميل وانت كريم ونحن نستاهل. ايش لها المبادره مثلا بضاعة كم معالمك لاجلكم ألفة؟ طبعا انا باكد انه احنا اليوم مره ثانيه بحضور كل اصحاب هالمبادرات وهالناس الملهمين لها، سواء مبادره كرم معلمك او لاجلكم او ألفة. هي من زي ما حكيت هي اجت من الشعب ومن الناس، اجت تعبر عن كل وجدانيه واحترام وتقدير لاي جهد موجود ولاي عطاء موجود. فاسمعنا ما تشاء.
ضرب الثقافة تزينت بمبادرة، واكرم معلمنا المبجل ما ترى. قوموا ازرعوا نهج الثقافة بالقرى، من قبل ما منا الثقافة تشترى. وقوم ارجعوا نسقوا الجمال الجوهرة، واللم لحروف الوطن لم بعثرا. يا ويا مبادرة يا ساكن بهذا الثرى، كوني لشعبك مثل ثورة معمرة، لمي حجارة حبنا ببيوتنا، تنعود نبني لبلاد مدمرة. ألسن فيك والله. يعني لا كل الاحترام كل الاحترام حبيبنا ابو انس، انت على راسنا. ما يلا ماشي اوكي. يعني مرة وديني حافظ ابو احمد. نعم مصور. يعني مرة ثانية سعدنا في هاللقاء الجميل الودي مع شاعرنا وأديبنا ابن البلد وابن الأصول، ابن المخيم وابن جنين وابن فلسطين، الدكتور موسى حافظ أبو حافظ ابن السندياني وحيفا. وإحنا جيران حتى في البلاد، في عين حوض وصبرين وإجزم، وعلاقتنا ممتدة منذ عشرات السنين. سيدي فلسطين تعرف بعضها كلها. نعم. ابن فلسطين بيعرف ابن خليل وابن جنين بيعرف ابن عبد. نعم. فيش كلنا بنعرف بعضنا. هذه فلسطين يعني احنا نسكن في مناطق ولكن نعرف بعضنا. اللي مش خال هذا عمه ولا يعني شلبك الدين. شلبك كلنا أولاد حارة. حتى لو كبر الوطن كلنا أولاد حارة. فإحنا اليوم يعني في هاللقاء عبر شاعرنا عن وجدانية الوطن والبلد، وعبر كمان إنه الشعب دائما ينتصر، وفي النهاية إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. عبر في وطنيته الحلوة الجميلة إنه فلسطين هي الفلسطينيين كلهم، وعبر إنه الشهداء دائما هم أصحاب الكلمة الأولى والأسرى في القلوب، وعبر إنه ما فيش حل إلا في القدس، وعبر إنه عودة اللاجئين حق مقدس لا يمكن لأي إنسان إنه يتنازل عنه. نعم. فإحنا اسمحوا لي الأساتذة المحترمين جميعا أعضاء المبادرات اللي معنا اليوم إن نعبر عن احترامنا وتقديرنا وعرفاننا لشاعرنا الكبير موسى حافظ أبو حافظ، كل التقدير والاحترام والمحبة. حبكم أعظم تقدير. الله يرضى عليك. واسمح لي احنا تحبونا، احنا بنعرف تحبونا يعني. خليه يكمل. بعرف هو يعني هو هيك ذبح صار في ذبح. صار في أكثر. احنا بهالابتسامات هاي وهالسعاده الموجوده بنقول لك ابو حافظ الله يديم عليك الصحه والعافيه، والكلمه الحلوه والكلمه الصادقه والمعبره وكلمه الحق، وتضلك تصدع فيها لجمهورك الكبير ولكل محبيك. وانا بعرف قديش محبيك، انا بجاملش حدا، دير بالك. بعرف انه احنا كنا نصحى على صوت موسى حافظ وننام على صوت موسى حافظ، ونروح نزور أهلنا وأسرانا ونقيم الثورة بشعر موسى حافظ. فالذكريات كبيرة جدا. فيتفضلوا الأساتذة المحترمين جميعا لتكريم أستاذنا ودكتورنا موسى حافظ. خليك عندك، انت بيجي عندك كمان. يلا تفضل. الأم اللي يساعد المكان إن شاء الله.
يجيب كرسي هاي خلاص. تفضل يا أبو العبد. مع ابو انس خليه يسمع. ايوه توزعوا تفسحوا خليك بالنص دكتور خليك لجاي. يعني تعال هنا. تعال جاي حج. تعال صح. اول شيء اخونا ابو قصي يقرا لك ما جاء في تتويج شهاده التقدير والمحبه. تفضل اقرا لاستاذنا شاعرنا. بسم الله الرحمن الرحيم. مبادرة لأجلكم. إن كل ما يحتاجه الإنسان ليكون من أهل العزيمة والإصرار والإرادة والإعمار أمور ثلاثة: الرغبة في العمل، والحاجة إلى التغيير، والأمل في غد أفضل. وقد توفرت جميعها بكم طيلة حياتكم، وهو ما تستحقون عنه الحفاوة والعرفان. الجميع. فقد حملتم الرسالة وأديتم واجبكم الإنساني والاجتماعي والوطني تجاه شعبكم، وسجلتم بصمة يشهد لكم بها مجتمعكم، وستبقى شهادته في حقكم وساما فخريا يتوج سنين حياتكم. نتقدم نحن مبادرة لأجلكم بخالص الشكر والتقدير والوفاء للسيد الدكتور موسى حافظ موسى على جهودكم في بناء مستقبل لمجتمع أفضل. كل الشكر والوفاء لكم، مقدم من عضو مبادرة لأجلكم. تفضل. خليك يفضل. ايوه. كمان باسم مبادرة لأجلكم نقدم كتاب الله عز وجل لشاعرنا الكبير أبو حافظ. تفضل. كمان باسم المبادرة لأجلكم هدية بسيطة من المبادرة الرمزية يمكن عشان تشبيرنا كلنا، ولازم احنا نلبسك العباءة لأنك انت تشبيرنا. خلينا نسميها عباية الوطن. شيخ انا لابس عشير يا عمي. انت مسؤول. شيخ انا لابس عباية. ايوه احنا انت شيخنا وتشبيرنا حبيبي.